ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا اشرقت احمد. في الفيديو ده انا هخلي شات جي بي تي يقرر لي انا هاكل ايه النهارده. الفيديو ده انا ما كنتش عامله حسابه، ولا كنت محضره له اصلا، ولا كنت هصوره، ولا كنت هعمله فيديو. بس ما اعرفش ايه اللي خلاني اقول لا، طب خلاص ايه المشكله ان انا يعني اصور فيديو اشارككم نشوف الاكسبيرينس دي هتطلع عامله ازاي. ولبست اي حاجه وعملت طرحه اي حاجه. ده انا حتى قررت النهارده ان انا يعني عشان كل حاجه تبقى جديده، قررت النهارده ان انا اعمل لفه طرحه جديده ما عملتهاش قبل كده. وانا اصلا مستعجله وقاعده بلبس بسرعه ان انا اعمل ده. انا بصراحه جعانه، انا لسه صاحيه وما فطرتش، فانا عايزه افطر. رحت المطبخ عشان ابص اشوف ممكن افطر ايه. ملقتش حاجه. انا قعدت ادور كده شويه في المطبخ، فلقيت شويه مكونات كده وانجريدينتس، فقلت طب ليه لا ما اسالش شات جي بي تي ممكن اعمل ايه، ريسيبي ايه بالمكونات اللي عندي دي. رحت كاتبه لشات جي بي تي عندي كذا كذا كذا، قال لي ريسيبي تكون سهله وسريعه. خليته يطلع لي كذا ريسيبي، بس بصراحه انا اخترت اول ريسيبي هو طلعها لي، كانت بالنسبه لي حسيت ان انا عايزه اعملها. يعني انا بقى ايه المكونات اللي عندي بيض، عندي مكرونه، عندي شويه جبنه موتزاريلا، دي الناجتس من اكل بتاع امبارح الغدا، يعني متبقي من الغدا، دي الصوص السبايسي صوص بتاع البولدك رامن. الصوص ده كنت جايباه من فتره طويله، يعني استخدمته كم مره، بس بصراحه انا برضو قلت لشات جي بي تي ان انا عندي الصوص بتاع البولدك، وكمان عندي لبن بس انا ما جبتوش دلوقتي. دي المكونات اللي انا قلت لشات جي بي تي ان هي عندي ويعمل لي بيها ريسيبي. بصراحه كانت فوافه فاحنا بقى هنجرب الريسيبي بتاعت شات جي بي تي دي ونشوف هتطلع مقبوله وحلوه ولا لا. هبين لكم الريسيبي على الشاشه دلوقتي، هنروح نعملها مع بعض. فانا عايزاكم انتوا تكتبوا لي الاول تحت في الكومنتس، هل انتوا من وجهه نظركم الريسيبي دي هتطلع طعمها حلو ولا شات جي بي تي هيخذلنا ولا ايه بالظبط، ونشوف في اخر الفيديو طعمها هيبقى ايه. اول حاجه هعملها ان انا هسخن الناجتس بتاعت امبارح، الستريبس، سوري احنا عندنا ستريبس. تاني حاجه هعملها هي ان انا هعمل المكرونه. المشكله بس الوحيده ان انا مش فاكره المكرونه بتتعمل ازاي. انا عارفه ان الناس اصغر حد دلوقتي اللي عنده معرفش كام سنه بيعرف يعمل المكرونه، دي حاجه تافهه جدا وسهله جدا، كانك يعني بتعمل شاي مثلا. اللي يعرفني ومتابعني من زمان يعرف ان انا ما بطبخش اصلا، وما بحبش الطبخ، ده فن اصله، انا ماليش فيه وما بحاولش بصراحه. انا عملت مكرونه قبل كده في حياتي، انا عملت، بس انا مش فاكره كانت بتتعمل ازاي. انا عارفه الموضوع سهل، هو تقريبا زيت مع ميه والمكرونه، تقريبا ممكن احط ملح واسيبها تتعمل مع بعضها. انا بس مش عارفه الترتيب، ومش عارفه هل الحاجات اللي انا قلتها دي صح ولا غلط، او ترتيب اللي انا المفروض اعمله ايه. بص سريعا، انا المفروض اعمل مكرونه عاديه، يعني ازاي اسلق مكرونه ازاي، او اتصل بماما اسالها، وبعد كده نبدا بقى في الميكستشر بتاعنا. في ميكستشر كده هنعمله بالبيض والحاجات التانية. اوكي يا جماعه تمام، اتفرجت على شورت بنوته جميله قوي بصراحه، يعني بتقول احنا بنراجع مع بعض طريقه عمل المكرونه علشان بنفكر بعض. شكرا جدا، شكرا، تسلمي ان انت فاهماني. المهم في الموضوع ده طلع سهل خالص، انا زي ما انا قلت كده، بس هي تقريبا ما حطيتش زيت. انا مش عارفه هو احنا بنحط زيت ولا ما بنحطش، بس هي ما حطيتش زيت. هي ميه مغليه، ملح، المكرونه تتقلب 7-8 دقايق وتصفيها. يلا بينا. سخنت الستريبس دلوقتي، وهو قال ان احنا نقطعها قطع صغيره. انا بسخن ميه دلوقتي، عقبال ما تسخن دي الميه بتاعت المكرونه، عقبال ما تسخن انا هعمل الناجتس. مش عارفه ليه قاعده بقول ناجتس، عشان كتبت له ناجتس بالغلط، اقصد الستريبس. الميه غليت اعتقد، فهي قالت هنرش ملح، مش عارفه قد ايه، فانا هرشه وخلاص، اعتقد كده كويس. وبعدين شات جي بي تي قال لي ان انا احط كوبايه مكرونه. اوكي شك، او ماي جاد الميه دي كتير قوي على المكرونه، صح؟ بصراحه انا ما عملتش ميجرينج المكونات قبل يعني ما عرفت، حطيت ميه وخلاص. هي مش عارفه قالت لكل كام جرام كده، مش عارفه كام كوبايه ميه، حطيت وخلاص. بصراحه ايه المشكله يعني لما تكون ميه كتير شويه عن المكرونه هيحصل حاجه؟ هي قالت 7-8 دقايق كده نشيل المكرونه نصفيها، هحط على التايمر 7 دقايق وبعد كده هصفيها. دلوقتي المكرونه بتغلي وانا سايباها، مش عارفه يعني ده خطير ولا لا، بس انا حاطه تايمر 7 دقايق، ما علينا يعني، عقبال بقى ما الموضوع ده ما المكرونه تستوي. هو قال لنا نعمل الميكستشر. فالميكستشر ده عباره عن ايه؟ عباره عن البيضتين نكسرهم ونضربهم مع بعض، بعد كده نحط عليهم ربع كوبايه لبن، ومعلقه اللي هي البولدوج صوص، ملح وفلفل. نخلص الميكستشر ده، المكرونه اتعملت. بعد ما تكون المكرونه اتعملت هنحط بقى الناجتس مع المكرونه مع الميكستشر اللي احنا عملناه ده كله مع بعض، كده نحطه على النار.
ملحقتش يا دوبك حطيت البيض لسه حتى ما ضربتوش، والمنبه بتاعي ضرب ب7 دقايق. مش عارفه 7 دقايق طارت قوي كده ليه. ما علينا، هروح ابص على المكرونه ولو لقيتها استوت هصفيها وبعد كده اكمل الميكستشر. اوكي المكرونه استوت وصفتها، دلوقتي خلينا نكمل الميكستشر. ربع قصدي كوبايه لبن، الويم كده اي ثينك ان ده ربع، معلقه بلدك، اعتقد ده كفايه فربنا يستر. ايه لزقوا في البتاع، اعمل ايه؟ رشة ملح ورشة فلفل، خلينا نرش. الخليط بتاعنا الميكستشر بتاعنا ده بقى جاهز. يا رب استرها بس بعد كل ده يطلع طعمه حلو. الاكله كلها عامه ما طلعتش طعمها حلو، انا مش عارفه عندي ايه ممكن اكله، انا كده هكون بوظت كل حاجه. فساعتها هطلب دليفري بقى. ان هو قال ان احنا نحط الميكستشر ده مع بعض وكل حاجه، نجهز بان او نجهز صينيه يعني، نحط فيها زيت او زبده كده ونسيحهم شويه على النار، وبعد كده نحط فيها كل حاجه بقى اللي احنا عملناها دي ونقلبها لمده دقيقه او دقيقتين. هنحط المكرونه دي في الطبق ده. انا كنت ناويه ان انا اعمل العكس، يعني كنت ناويه ان انا احط الصوص في الحله نفسها اللي انا عملت فيها المكرونه، بس طالما بقى قال ان انا يعني عشان كنت فاكره ان انا مش هحط زيت ولا حاجه وهحط بعد كده الحله دي نفسها على النار، طلع ان انا محتاجه حله تانية او صينيه تانية احط فيها زيت. فعشان كده انا هعمل العكس، انا هاخد المكرونه من الحله احطها في الطبق اللي احنا كنا عاملينه اللي هو بالصوص ده، يا رب تكفي، واحط عليهم الناجتس. هو الجبنه الموتزاريلا بتتحط امتى؟ ثانيه واحده بس كده. الجبنه الموتزاريلا طلعت معايا، يعني احنا هنحط مكرونه في الصوص او الميكستشر اللي احنا عملناه ده ومع الناجتس ومعاهم الجبنه الموتزاريلا. انا خايفه بصراحه، حاسه ان الموضوع هيفشل، بس يعني خلينا متفائلين بالخير. حلو. اوكي خلينا ندي بس الميكستشر ده تقليبه سريعه. شكل الطبق ده صغنن خالص فمش عارفه، ربنا يستر. خلينا نحط الستريبس. نيفر مايند يا جماعه، الجبنه الموتزاريلا دي طلعت مده صلاحيتها لسه منتهيه الشهر اللي فات على طول، وانا مش هستخدم حاجه منتهيه، فهنعمل كل حاجه وهنستغنى بقى عن الجبنه الموتزاريلا. مش عارفه بقى هل الجبنه الموتزاريلا دي عنصر اساسي في الريسيبي دي ولا لا، بس ان شاء الله تطلع حلوه من غيرها. يعني انا ممكن لو حطيتها هي هتطلع حلوه بيها، يعني ما ممكن اصلا تطلع وحشه خالص. انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده اصلا. ما علينا، خلينا بس نروح نحط زيت على النار ونحط فيه الميكتشر اللي احنا عملناه ده. اوكي ده زيت زيتون، انا بسخن زيت دلوقتي واعتقد ان هو سخن، فهحط عليه الميكتشر على طول. بسم الله ربنا يستر. او ماي جاد، واو، هيعمل زي اومليت، بيض اومليت. طب ده انا يعني بالمكرونه دي انا هقلبه الناحيه التانيه ازاي بذمتكم؟ مش عارفه شات جي بي تي الهبل ده. طب انا بجد هقلبه الناحيه التانيه ازاي؟ انا محتاجه ان انا اقلبه على الناحيه التانيه علشان الصوص اللي من قدام ده يستوي زي الصوص اللي هيبقى من تحت، بس مش عارفه هعمل ده ازاي. وفي مكرونه وفي حاجات كتير تقيله، انا ازاي بجد انا ازاي هعمله على الناحيه التانيه بجد؟ اوه ايوه ايوه، ما انا مش عارفه اقلب بايد واحده، معلش هقلبه وارجع لكم. جماعه شكلها مش مبشر خالص، يعني انا مكسوفه اوريها لكم. اوكي جاهزين اوريها لكم. بجد شكلها وحش جدا، والحاجات دي البيضه دي المفروض الميكستشر بتاع البيض اللي احنا عملناه، وهو لزق في الطاسه او يعني مع اني والله حاطه زيت زيتون، يعني مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده، ودهنت الطاسه كلها بيه. تقريبا انا بوظت الطاسه، يعني شكله مقرف جدا، استغفر الله العظيم يا رب. يعني تقريبا والله اعلم الجبنه الموتزاريلا كانت عنصر مهم واساسي علشان الميكستشر ده كله يمسك في بعضه وما يتقطعش وما يتبهدلش مني كده، ومحدش يقول لي انت اللي قلبتيهوش الناحيه التانيه، ده عامل زي البيض الاومليت المفروض ان هو يتقلب. حاولت بس لكم ان تتخيلوا طبقه ميكستشر رفيعه عليها حاجات تقيله في الوزن زي المكرونه والستريبس والحاجات دي. هل انا كان المفروض مثلا اقطع الستريبس اصغر من كده؟ هل انا كان المفروض ان انا استخدم كميه مكرونه اقل من كده؟ بس انا مشيت على نفس الوصفه اللي تشات جي بي تي قال عليها، فهي شكلها مش مبشر بالمره، بس خلينا ندوقها برضو ونشوف.
وعلى فكره انا خدت فيها وقت جامد جدا، يعني انا اذان الظهر دلوقتي بيأذن، انا يمكن خدت فيها ساعه. مش عارفه هل انا اللي بطيئه ولا هو شات جي بي تي كان بيشتغلني بيقول لي ان هي سريعه ولا ايه، مش عارفه بجد. انا مش عايزه ادوق ولا احطه في بقي، بس خلينا ندوق يمكن يطلع طعمه حلو شكله بس هو الوحش. التكستشر بتاع الجزء اللي هو فيه بيض ده غريب شويه، تكستشر بيض بس مش طعم بيض. حاسه بطعم السبايسي بتاع السبايسينس بتاعت البولدوج صوص دي اللي مدياله طعم شويه حلو. طعم الستريبس هي اللي حلو بصراحه، يعني طعم الستريبس حلو جدا. فلما تاكل الستريبس مع المكرونه بس طعمهم حلو، والستريبس واخد من السبايسينس شويه بتاعت الصوص. اما بقى الاجزاء اللي هي فيها في البيض ده مش عجباني، حاساني ان انا عايزه ارجع. هل انا اكمل الحاجه دي واكلها؟ لا طبعا. فانا شكلي كده هطلب دليفري، يعني بعد كل ده واقفه ساعه ولا ساعه ونص وفي الاخر انا هطلب دليفري. وحد يقول لي هل انا البطيئه ولا هو لا هو في ايه؟ يعني انا قلت لكم في اول الفيديو اكتبوا في الكومنتس هل الاكل هيطلع طعمه حلو فعلا ولا تتوقعوا ايه. ارجعوا بقى تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات توقعاتكم كانت صح ولا لا. محدش يغلط غلطتي يا جماعه ويجرب من حاجه من شات جي بي تي. عندكم كتب طبخات وريسبيز مختلفه، عندكم حاجات كتيره مختلفه، ما تخليش شات جي بي تي يخترع لكم حاجه. يعني انتوا قولوا له هات لي، لو هتجيبوا من على شات جي بي تي قولوا له يعمل لك سيرش على ريسبي اوريدي موجوده بالمكونات دي، لكن ما يخترعلكش. انا حاسه ان هو اللي اخترع البتاعه دي مع نفسه، او يمكن انا اللي عملتها غلط الله اعلم. يعني انا عشان بس ما اظلمش شات جي بي تي، لو حد يجرب الريسبي دي يكون اهلا وسهلا ويكتب لي في الكومنتات طعمها حلو نجحت معاه ولا لا. ادي اخرة انا اللي بيحب يجرب حاجه غريبه وخلاص. يلا الحمد لله، اللي بيتعلم مش بيتعلم ببلاش. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. عارفه ان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات على اليوتيوب، بس انا بحاول ان انا ارجع واحده واحده، فيا ريت تشجعوني شويه. وبعدين هبقى هديكم شويه ابديتس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. انا بحبكم جدا جدا جدا، و مع السلامه.